الجمعية المغربية لنشر الصحف عقدت هذا الصباح بالرباط الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي، وذلك بشكل عادي في إطار حرص الفيدرالية الدائم على إعلان المقاربة التشاركية وعلى احترام حدودها. وهذه الدورة شهدت مشاركة رؤساء وأعضاء فروع جهوية في كل الجهات المملكة، وأيضا أعضاء كل الهيئات القيادية للفيدرالية، وبالتالي جرى نقاش وتداول في كل القضايا التي تعني المهنة وتثار اليوم في الساحة الوطنية. من أبرز هذه القضايا التي طرحت اليوم هو تقدير الأدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة لليوم من طرف الصحافة الوطنية دفاعا وانتصارا للقضايا الوطنية لبلادنا، وخصوصا قضيتنا الوطنية الأولى. وهنا لا بد أن يدرك الجميع حجم الدور التاريخي الذي تلعبه الصحافة الجهوية في الإقليم الجنوبي في كل الجهات الصحراوية الثلاث. هذه منطقة تماس أساسية، وهذه تخضع باستمرار وعلى مدار الساعة لضغوط مختلفة، وتواجه بشكل مباشر نيابة عنا جميعا خصوم وحدتنا الترابية، وتتعرض لكل الإغراءات اللازمة، ورغم ذلك هي صامدة. ونحن في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف نتابع هذا الموضوع منذ حوالي 20 سنة في الإقليم الجنوبي، ونعرف ما نقول، نعرف كيف كانت الأمور من قبل، كيف تحولت. اليوم هناك جبهة متراصة يقودها الإعلام الجهوي في الجهات الصحراوية الثلاث، هي التي تتصدر الدفاع عن الحق الوطني المغربي وتواجه الأخبار الزائفة والتضليل والتشنيع من طرف الخصوم. ولهذا هذه الصحافة الجهوية بهذا الدور وبهذه الأهمية وبهذا الصمود تستحق دعم كل ذوي الإرادات الوطنية الصادقة. لا يعقل أن تستطيع هذه المقاولات الناشئة ومعظمها منخرط في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف أن تستطيع أن تدبر اتفاقيات جهوية للدعم العمومي بفضل وعي وإرادة وتعاون السلطات الترابية بهذه الجهات ومجالس الجهات. وفي الأخير بدلا أن تتحرك الوزارة المكلفة بالقطاع لالتقاط هذه الإشارة وتعزيزها ودعمها، اختلقت مبررات بيروقراطية لتعطيل التوقيع عليها، وهذا نستغرب له كثيرا، لأنه إذا كانت هذه الصحافة في هذه المناطق الغالية على بلادنا والتي تشهد اليوم قضية الوطنية الدرامية إيجابية على المستوى الدبلوماسي الدولي والسياسي، فهي تقتضي وجود إعلام وطني قوي ومهني وذي مصداقية. أيضا اجتماع مجلسنا الوطني الفيدرالي اليوم تدارس قضايا منظومة الدعم العمومي بما في ذلك الدعم الجهوي. نستغرب اليوم لأن هذا الموضوع تحول إلى ما يشبه الأسطورة في عهد الحكومة الحالية، حيث تخطط لنفسها بدون أي تشاور مسبق مع أي من المنظمات المهنية، على عكس ما كان عليه الأمر مع كل الحكومات التي سبقتها بدون استثناء. والفيدرالية المغربية لنشر الصحف بقيت شريكة للسلطات العمومية طيلة أزيد من 20 سنة في كل البرامج والإصلاحات التي يعيشها القطاع إلى اليوم. لهذا هذا الموضوع تحول إلى أسطورة، ولحد الآن لا أحد يعرف كيف تخطط الحكومة والوزارة للخروج منه. أيضا نعتقد أن اللجنة المؤقتة في موضوع إداري بسيط مثل البطاقة المهنية هي مطالبة باعتماد كثير من المرونة مع هذه الصحافة الجهوية وخصوصا في الجهات الجنوبية لمنح هذه البطاقات، وليس اختلاع كل مرة تفسيرات اجتهادية من خارج النص القانوني لتعطيلها. لقد التقينا باللجنة المؤقتة مؤخرا وعرضنا عليها هذا الأمر وتفهمت ذلك وعبرت لنا عن اتفاقها مع معظم ما اقترحناه، ولكن صدور نظام خاص في الفترة الأخيرة أجج الاختلافات من جديد وأثار تخوفات عدد من الزملاء. لهذا نأمل من اللجنة المؤقتة أن تلتقط هذه المرة هذه الإشارات وهذه ردود الفعل الغاضبة من طرف الزملاء، وأن تفكر في تعزيز المرونة للانتهاء من هذا المشكل. ولما لا أن تنظم بعثات متنقلة إلى داخل هذا الجهاز لكي تساعد هذه المقاولات والصحفيين في تفادي مصاريف إضافية وأتعاب لتنقل إلى الرباط لإنجاز مهمة إدارية بسيطة يمكن القيام بها في عين المكان والانتهاء منها. أيضا
نعتقد أن محيطنا الاقتصادي العام اليوم يفرض تدخلا أكثر استراتيجية أكثر إحكاما من طرف السلطات العمومية. الفيدرالية المغربية لنشر السجون مستعدة للتعاون مع كل ذوي النيات الصادقة لتقديم اقتراحات للمساهمة في إنجازها، ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار الوضوح وفي إطار القانون وفي إطار احترام كرامة هذه المقاولات وأيضا تقدير أدوارها المهنية والوطنية. شكرا لك.